أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الجدي. النهاردة هنتكلم عن قراءة دقيقة، ودي بالنسبة للمال والعمل. فلو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان يا برج الجدي، القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الجدي، وكمان تنفع لجميع الأعمار. برج الجدي، لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. برج الجدي، اكتشف باب رزقك، اكتشف باب رزقك. والله العظيم في خير قادم ليك يا برج الجدي. دي كانت رسالة الفلك ليك، اكتشف باب رزقك. والله العظيم في خير قادم ليك يا برج الجدي. برج الجدي، القراءة دي قراءة مفتوحة، يعني تبدأ من النهاردة يوم 10/8 حتى نهاية شهر 9/2023. القراءة دي قراءة يا برج الجدي قراءة مفتوحة للوقت ده، يعني من يوم 10 حتى آخر شهر 9. فيها خير قادم ليك يا برج الجدي، فيها باب خير هيتفتح ليك، ولكن حاول انت يا برج الجدي انك تكتشف هذا الباب. يا برج الجدي، اكتشفه عن طريق تغيير نظرتك للأمور، تغيير نظرتك للحياة. تكتشف الباب عن طريق التفكير الجيد الإيجابي بيك، لأن خلاص يا برج الجدي في خير قادم، ولكن الخير القادم ده اللي عايز يدخل حياتك ويغير مصيرك، عايز منك انك تفتح عقلك وتفتح قلبك، تفتح عقلك وتفتح قلبك في استقبال الخير القادم ليك. ما تفكرش يا برج الجدي بطريقة سلبية علشان ما تمنعش رزقك. حاول دايما انك كل شيء سواء في خير او في شر دايما يكون عندك رضا وعندك شكر، علشان الشكر بيساعدك على تقبل النعم الآتية إليك. وما ضاقت إلا وفرجت يا برج الجدي. هتشعر إنك كنت الفترة اللي فاتت في عندك حزن، في عندك قلق، في عندك ضيقة، في عندك تفكير زائد، لكن أنا عايزك تتخلص يا برج الجدي من هذه الأفكار السلبية وتبدأ حياتك بطريقة إيجابية. برج الجدي، القراءة دي يعني تنفع لجميع الأعمار، يعني سواء إنك كنت كبير أو صغير الخير قادم ليك لأصحاب برج الجدي. لأن أصحاب برج الجدي ممكن نقول إن هم على رأس المثلث الفلكي، مع حركة الكواكب هيكون لها تأثيرات مختلفة ليه عليك يا برج الجدي. هيكون في خير قادم، في سعادة قادمة، في أفراح قادمة، ولكن ما عليك غير إنك تكتشف فين المفتاح بتاع الباب يا برج الجدي. حاول إنك دايما تكون عندك ذكاء، سواء ذكاء اجتماعي أو عاطفي أو مالي. يدور على المفتاح يا برج الجدي اللي هتدخل منه لهذا الباب أو تفتح به هذا الباب، علشان الخير تستقبل الخير والسعادة والفرح بإذن الله. برج الجدي، انت بتقابل تحديات كتير سواء في العمل او حتى في على صعيدك العاطفي او الصحي، ولكن يا برج الجدي زي ما بقول لك غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك بالكامل. وكل ما تتوقعه سوف يأتي عليك، يعني توقعت الخير هيأتيك خير، توقعت شر هيأتيك شر. فحاول دايما انك تضع قانون التوقعات في محله السليم. يعني دايما يا برج الجدي فكر بطريقة تجلب إليك كل الخير وكل الوفرة وكل البركة وكل السعادة. حاول إن قانون التوقعات تستخدمه لصالحك مش لضدك، لأن كل شيء أنت بتجذبه ده مجال حواليك كبير اسمه مجال الطاقة. الطاقة ده يا برج الجدي منذ بدء الخليقة في حواليك أو حوالينا جميعا في طاقة. الطاقة دي إحنا ممكن نجذب منها الخير ونجذب منها
الشر عن طريق التوقع بتاعك، لأنك في قانون توقعك بتستخدم أيضا قانون وهو اسمه قانون الجذب العام يا برج الجدي. الجذب العام إنك بتجذب ليك كل ما هو مثيل في عقلك. فكرت في مشكلات ومشاكل هتجذب لك مشاكل، فكرت في الضيق وقلة المال هيكون كذلك، فكرت بالخير والوفرة والبركة والشكر والسعادة هيكون كذلك. فخلي بالك، اكتشف باب رزقك ودور على مفتاح باب رزقك عن طريق التغيير وعن طريق إصرارك على النجاح، لأن النجاح قادم إليك، ما عليك غير إنك تساعد نفسك وإنك تطلع من الحلقة المفرغة اللي انت فيها. وتخلي بالك برج الجدي كمان من الناحية العاطفية هيكون عندك خير أيضا في العاطفة. هيكون في عندك بالنسبة للمتزوجين في أخبار سارة، نجاح أحد من أبنائك أو أحد أقاربك. كمان هيكون في مولود جديد، المولود ده هيكون سبب سعادة وخير وبركة عليكم. كمان يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين أمامكم فرصة للسفر أو لتغيير مكان. كمان هيكون عندكم في تفاهم ومصالح مشتركة أصحاب برج الجدي للمتزوجين، وهيكون في زيارات مختلفة أو تبادل زيارات بينك وبين الحبيب والأقارب، سواء من عائلتك أو عائلته. برج الجدي من الناحية كمان الصحية تخلي بالك يا برج الجدي، لأنك أنت اليومين دول ممكن بتشعر بدوخة، بتشعر بصداع، بتشعر بإنك دايخ، ممكن يكون سكر، ضغط. خلي بالك، يا ريت تعمل مراجعة للطبيب، ويا ريت تتبع نظام غذائي سليم وتمشي حتى على الأقل نص ساعة يا برج الجدي. ده هيساعدك إنك يكون عندك لياقة بدنية وصحة تمام. أما بالنسبة لغير المتزوجين عشان أنا نسيتهم، في فرص كثيرة في الفترة اللي جاية دي من 10/8 آخر 9 لإنك تتلاقى الشريك المناسب لحياتك، ولكن ما تضيعش الفرصة منك بالتردد. وزي ما قلت لك دايما إنك تفكر بطريقة إيجابية، ومفيش أحد يعني بيكون كامل، لازم لابد أن يوجد فيه عيب في أي شخص، ولكن مع الفروق الفردية لابد انك ما تترددش في الاختيار المناسب لشريك الحياة، لان امامك فرص عظيمة الفترة اللي جاية. ودور واكتشف مفتاح باب رزقك يا برج الجدي. لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، والى اللقاء.